هاد البقلاوه مرقه ومعسله حتى القلب بدون آلة توريق. غير بالحل راح نديروا اروع بقلاوه بالكاوكاو مع جميع الاسرار والنصائح باش تنجح معكم من اول تجربه. اول حاجه لازم تستعملوا فرينه ذات جوده عاليه، وانا دائما نستعمل فرينه من عند البركه في كامل الحلويات. بالنسبه للصينيه اللي فيها 30 على 40 سنتيمتر راح نحتاجوا كيلو تاع فرينه ما يعادل 4 كيلات كيما هادو، ونضيف عليهم كيلو ناقص اصبع تاع السمن اللي يكون دايب ولازم يكون بارد مليح. نضيف عليهم 3 مغارف كبار تاع الزيت ونبسوا هذاك اللي دام مليح مع الفرينه. بنفس الكيلو راح ندير نص كيلو تاع ماء زهر مع نص كيلو تاع ماء اللي يكون دافي، حبه تاع بيض كامله، وكما شفتوا في البدايه كنت ضفت لافاني وشويه تاع الملح. بقاو نلموا في العجينه تاعنا، واذا احتاجت كميه تاع ماء ضيفوها تدريجيا حتى تحصلوا على هذا القوام، عجنوها مليح حتى تحصلوا على هذه النتيجه. وزنت العجينه وقسمتها الى 11 كريه، 5 من تحت و6 من فوق، وراح نديرهم في كيس بلاستيكي وخلوهم في الفريجيدير يريحوا. انا خليتهم ليله كامله، خلوهم مينيموم 6 سوايع. بالنسبه للحشو راح يكون بالكاوكاو، راح نستعمل كيلو 200 غرام الصينيه اللي فيها 30 على 40 سنتيمتر. حمصتوا به بقشورو، ما تحمصوش بزاف حيت يدي لون، يعني غير شويه، ورحيوها في الرقيق بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا. بنفس الكيله اللي كنا كينا بها العجينه تاعنا راح نديروا نص كيلو تاع السكر، نضيفوها لافاني قرفه، وهنا راح نضيف 6 مغارف تاع السمن اللي يكون ساخن باش يذوب لكم شويه السكر. دروك راح نجيب الماء زهر ونبقى نرش فيه هذاك الحشو حتى نتحصلوا على هذا القوام كما راكم تشاهدوا، ما تشمخوش بزاف ونخلوه هو ثاني يريح ليله كامله باش يتعسل معنا. دروك هنا راح نجيب العجينه بعد ما تكون ريحت، راح نفتحوها هنا دوائر، ما بين كل دائره ودائره نديروا المايزينا. عندي 5 طبقات من تحت و6 من فوق كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ما تحتاجوش كامل انكم تستعملوا آلة التوريق. هنا كنت فتحت 5 طبقات الاولين نخليهم في كيس بلاستيكي يريحوا، لازم عليكم تغطوا العجينه، ونروح نفتح 6 طبقات الزوجيه بنفس الطريقه. بعد راح نعاود نفتحهم بالحلال، راح يتفتحوا معكم فاسيلمون، ما يعذبوكم ما والو. راح يتنحوا معكم هذوك الاوراق تاع البقلاوه، وشوفوا كيفاش يجوا رقاق، يجوا بزاف هايلين. ندهنوا الصينيه تاعنا بالسمن، نديروا الاوراق تاع البقلاوه، ما بين كل ورقه وورقه نديروا كميه تاع السمن، والطبقه الاخيره ما نديروا فيها والو، نفرغوا فيها مباشره الحشو. نحاولوا كيفاش نعدلوه مليح، وهذه الطريقه تاع السكر غلاس فوق الحشو راح تخلي لكم لاباط تاعكم ما تتنحاش بعد ما طيب. ونعاودوا نجيبوا 6 طبقات، نحطوا طبقه فوق طبقه، وما بين كل وحده نديروا شويه تاع السمن حتى نوصل للطبقه الاخيره. ننفض هذيك المايزينا مليح، ما تخلوهاش ما بين طبقات، ونروحوا نحو كامل الزائد بالحلال. بالنسبه لطريقه التقطيع كنت نستعمل هذا لامبورت بيس اللي فيه 4 على 4 سنتيمتر، وهذه الصينيه تخرج لكم حوالي 48 حبه. ونجيب الموس ونقطع مليح هذيك العجينه حتى لتحت، يعني حتى توشي لكم الصينيه من تحت. ندهنوا الوجه تاعها بالسمن وندخلوها طيب على 180 درجه، كنت شعلت عليها من تحت حتى تحمرت مليح في الجوانب، بعد نشعل عليها من فوق نخليها تتحمر مليح، نخرجوها وهي سخونه، راح نشربها بكيلو 200 غرام تاع عسيله. بعد ما تشربوها خلوها تريح مينيموم 6 سوايع ولا ليله كامله، وبعد قطعوها وشوفوا لي التوراق كيفاش يجي داير. وصفه ناجحه 100%، لازم تجربوها للعيد وتبارطاجوها.